بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز ترك بعض الواجبات أو المستحبات أو فعل بعض المحرمات والمبتدعات تحت ذريعة مصلحة الدعوة أو لا؟ إن كنت من الإخوان المسلمين فقد أجاز لك الشيطان ترك ما تراه من مصلحة الدعوة، وإن كنت من أهل السنة فلست مفوضا في دين الله. نعم، لست مفوضا في دين الله. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول سبحانه وتعالى بيان أنك لست مفوض في هذا الدين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت. ويقول: فاستقيموا إليه. فنحن مأمورون بالاستقامة، وما يدرينا أن يكون هذا التنازل سببا للهزيمة النفسية، وقد وقع والله المستعان. فلا تترك واجبا من أجل مصلحة الدعوة، فالله أغير على دينه. ولا ترتكب محرما، لا تحلق لحيتك من أجل مصلحة الدعوة. أي نعم، لا تلبس البنطلون من أجل مصلحة الدعوة، لا تترك التوليت هكذا من أجل مصلحة الدعوة، لا تلبس هذا الكرفتيته من أجل مصلحة الدعوة. نعم، لا تدخل في الديمقراطية من أجل مصلحة الدعوة، لا تدخل في الجيش من أجل مصلحة الدعوة، لا تدخل. وهكذا أيضا ماذا المهم أصبحت مصلحة الدعوة صنما يعبد، أصبحت صنما يعبد. الله أغير على دينه منا. والله يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. نعم.